السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة كوكيز حلوة جدا، شكلها حلو قوي وطعمها كمان، وأحلى ما فيها إن هي مقاديرها اقتصادية، طريقتها سهلة وبسيطة، في دقايق بتتحضر ومش بتحتاج الأدوات خالص. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم وتعجب أولادكم. متنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا له لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. ودي المقادير بتاعتنا. اول حاجة معايا بيضة عليها رشة صغيرة من الملح، وربع كوباية من اللبن، ونص كوباية من السكر الحبيبات العادي، بس يكون الحبيبات بتاعته ناعمة ما يكونش خشن. معايا نص كوباية من الزيت، زيت نباتي عادي، وكوبايتين من الدقيق المنخول، وهشيل منهم معلقة على جنب هنشوف هنستخدمها امتى. ومعايا كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وشوية من الفانيليا، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الباودر عشان نعمل جزء بالشوكولاتة. أول حاجة في بولة هضيف البيضة مع رشة الملح، وهبدأ ان انا اضربها او اخفقها بالمضرب اليدوي العادي. مش هنستخدم اي ادوات خالص في الطريقة دي. حطيت طبعا معاها الفانيليا ونص كوباية السكر، وهبدأ ان انا هخفقهم كويس جدا لمدة دقايق لحد ما احس ان السكر داب. هضيف اللبن وبرضه هستمر في الخفق، وبعدين هضيف الزيت، وهبدأ ان انا اقلبهم كويس جدا، واتأكد ان السكر يكون داب معايا تماما وبقى بالقوام السائل اللي انتوا شايفينه ده. هضيف بقى الدقيق شوية بشوية زي ما قلت لكم، كوبايتين شايلين منهم معلقة على جنب. هضيف اول جزء من الدقيق معاه معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهبدأ ان انا اقلبهم واحدة واحدة كده بالسباتولا عادي خالص. مش هنحتاج زي ما قلت لكم لاي ادوات، ولا حتى ان احنا نعجن كتير. ونخلي بالنا اخر معلقتين كده من الدقيق نحطهم بحرص شديد جدا، عشان ممكن محتاجهمش يعني. طبعا الدقيق بيختلف من نوعية لأخرى. انا هنا حطيت كمية الدقيق كلها، هبدأ ان انا اقلبها كويس جدا لحد ما العجينة تبقى مطاطية معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنا العجينة كانت تقلت على السباتولا فاستخدمت المعلقة الخشب زي ما انتوا شايفين. هحط شوية زيت على اطراف صوابعي، وابدأ ان انا اقسم العجينة لنصين. هسيب جزء في البولة بتاعتي، وهحط جزء في بولة تانية. وهجيب بقى هنا معلقة الدقيق اللي كنا سايبينها على جنب، هضيفها على الجزء اللي انا هعمله بالفانيليا، وهبدأ ان انا ادمج الدقيق مع العجين كويس، واشوفه محتاج دقيق تاني ولا خلاص كده العجينة اتلمت معايا. طول ما هي بتشبط هضيف لها دقيق. هضيف يعني ربع معلقة بربع معلقة كده. انا ضفت كده معلقة ونص من الدقيق لحد ما العجينة اتلمت معايا. بختبرها وانا ايدي نضيفة تماما من العجين، بغسلها وانشفها كويس جدا، عشان طول ما ايدي فيها عجين هتفضل العجينة تشبط فيها. بتبقى كده بتشبط على خفيف، يعني بلمها بالعافية، مش اللي هي ماسكة نفسها قوي، عشان الكوكيز معايا يطلع هش وحلو. ما خليش العجينة يعني يابسة زي ما بيقولوا. هسيب بقى الجزء ده على جنب، وهبدأ ان انا اشتغل بالجزء اللي انا هعمله بالشوكولاتة. حطيت معلقة الكاكاو على النص التاني، وهبدأ ان انا اقلبها. والكاكاو بيبقى اتقل من الدقيق. انا هنا العجينه اتلمت معايا بمعلقه الكاكاو، ما احتاجتش ان انا اضيف لا كاكاو ولا دقيق تاني. وزي ما قلت لكم بتبقى بتتلم كده بالعافيه زي ما انتم شايفين. ده كده نصين العجين بتوعي. هبدأ بقى ان انا احطهم كده في طبق وادخلهم التلاجة لمدة دقيقة، عشان احنا كان الجو برد، فالعجينة يعني قوامها متماسك شوية. لكن لو في الصيف ممكن نسيبها لحد 5 دقايق، بنغطيها ببلاستيك راب عشان العجين ما تعملش وش، ونغطيها ببلاستيك راب ونسيبها حوالي 5 دقايق في التلاجة. بعد بقى ما اطلعها من التلاجة ببدأ ان انا اقسم جزء الفانيليا الكور زي ما انتم شايفين كده، ويكون حجمها متساوي. وبعمل نفس العدد من الجزء اللي بالشوكولاتة، بقسمها لكور نفس الحجم ونفس العدد. عملت معايا حوالي 14 قطعة من كل نوع. كل كورتين مع بعض، كرة فانيليا وكرة شوكولاتة. وعلى مفرش السيليكون هبدأ ان انا افردهم رول بالشكل ده كده، واخليهم الاتنين بنفس المقاس. وما اخليش يعني ما اخليهمش رفيعين قوي، اخلي ليهم سمك زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ ان انا ابرمهم حوالين بعض والفهم بالشكل ده كده.
وهاخد طرف العجين هدخله من تحت عشان يبقى الشكل مظبوط. هكرر معاكم العملية مرة تانية. زي ما انتم شايفين كده بفردها رول، وزي ما قلت لكم مخليش الرول ده رفيع عشان العجينة لما اجي الفهم على بعض متقطعش مني، ومش هعرف اتحكم فيها لان العجينة معايا طرية. هبدأ كده اثبت الطرفين على بعض من فوق والفهم كده حوالين بعض وابرم، وهلفهم دايرة واخلي طرف العجينة من تحت. في صاج بقى مدهون زيت خفيف هرصهم بالشكل ده كده واخلي بينهم مسافة، لان طبعا العجينة عليها بيكنج باودر ولسه هتتنفخ معايا. وهدخلهم التلاجة مرة تانية من 5 ل7 دقايق لحد ما اسخن الفرن بتاعي، لان طبعا العجينة من الشغل فيها هتكون اخدت حرارة، فهدخلها التلاجة تتماسك شوية قبل ما ادخلها الفرن مرة تانية. بطلعها من التلاجة بوزع عليها الشوكولات شيبس زي ما انتم شايفين كده. والفرن بتاعي بكون مشغلاه على درجة حرارة من 160 ل170. في الرف اللي في النص هحط الصاج بتاعي، بيقعد حوالي 30 أو 35 دقيقة أو لحد ما ياخد لون أشقر قوي، عشان اتأكد ان هو كمان استوى من جوه، ما يكونش اخد لون بس ولسه من جوه ما يبقاش مستوي او احس ان هو لسه طري او ني. زي ما انتم شايفين كده كده بعد ما طلع من الفرن اخد لون حلو جدا ومستوي من فوق ومن تحت، والعجينة او الكوكيز بتاعي منفوخ كده، لان طبعا ضايفين عليه البيكنج باودر، فلازم اديله وقته في الفرن عشان الارتفاع ده كله يستوى كويس. زي ما انتم شايفين اللون بتاعه وقد ايه هو مفرغ، وبجد شكله حلو قوي وطعمه كمان حلو جدا. هنشوف برضو كده واحدة من جوه. زي ما انتم شايفين العجينة بتاعتي منفوخة ومرتفعة ومقرمشة وطعمها بجد حلو قوي. وصفة سهلة وبسيطة، مستخدمناش فيها ادوات، ما اخدتش وقت، وكمان مقاديرها اقتصادية جدا، تنفع قوي للانش بوكس او لأي خروجة. وهي عامة رائعة في كل الأحوال. أتمنى إن انتوا تجربوها، ولادكم هيحبوها قوي. لو ما تنسوش بقى لو جربتوها عجبتكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.